بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. طبعا الدنيا حر قوي واحنا بنستسهل أي حاجة سهلة وسريعة، ولو نطول كمان يعني ما نطبخش أساسا يكون أحسن في الجو ده. تعالوا بقى مع بعض كده نعمل صينية جلاش سهلة وسريعة. تمشي في غدا، تمشي عشاء، زي ما تمشي. تركاتها بسيطة خالص ومكوناتها بسيطة وإن شاء الله موجودة في كل بيت. زي ما شفتوا كده معايا بصلاية كده مفرومة كبيرة، ننزل بيها في شوية زيت، وأول ما نحس إن البصل دبل هننزل على طول بربع كيلو لحمة مفرومة. ربع كيلو لحمة مفرومة مناسب قوي على صينية وسط. بعد كده هننزل برشة ملح ورشة فلفل، رشة قرفة ورشة زعتر ورشة بابريكا ورشة كركم. الحاجات دي كده بتدي تيست وطعم حلو قوي. واهم ما في الموضوع هي معلقة الصلصة اللي بتتحط كده وتتشوح مع العصاج، ده بتديله لون وفي نفس الوقت كمان بتعلي تيست وطعم الجلاش بتاعك، وبتدي كده ايه يعني مزازة حلوة قوي. طبعا كالعادة احنا متفقين ان دايما الفلفل الالوان في اي حشوة بيتحط في الاخر خالص علشان ما يتبلش، علشان خاطر لما تيجي تبتدي ان انتي تفردي حشوتك عبال ما تدخل الفرن وتطلع تكون هي ايه بقت بتقرمش قرمشة بسيطة، ما تبقاش خلاص دبلت وماتت خالص منك في الخضار. طبعا زي ما انتم شايفين قالب الومنيوم فويل، بقول لكم احنا حرانين ومش هنقدر لا نغسل مواعين ولا نعمل اي حاجه، فيلا نحطه بقى في الالومنيوم فويل وبعد كده يبقى ما عندناش مواعين، يبقى كده ايه منه فيه. معايا طبعا نص كيلو جلاش على الصينيه دي. هنبتدي ان احنا نحط في ارضيه الصينيه الاول ماده دهنيه. انا هنا يعني حاطه زبده على سمنه. انا بحب الزبده قوي قوي في الجلاش، اولا بتدي طراوه حلوه قوي، ثانيا ما بتخلوش يلزق في بعضه، تخليه مورق، بتساعد ان هو يبقى بصوا يعني تحسي الورقه بورقتها مش لازقه في بعضها. بس احنا ما بين كل طبقتين جلاش هنحط الماده الدهنيه، مش هنحط ما بين كل طبقه وطبقه، لان طبعا احنا لو حطينا ما بين كل طبقه وطبقه هتلاقي في الاخر سمنته كتيره قوي، هتلاقي ان انتي بتاكلي حاجه بتموع نفسك، مش قادره تكملي قطعه واحده. فاحنا عايزينه خفيف في الحر ده وما يبقاش تقيل علينا خالص. وطبعا انتوا عارفين الصينيه الحلوه دي تنفع عزايم، تعمليها طبعا جنب الاكل وكمان في المصايف، في التجمعات. ربنا يا رب يخلي لكم كل حبايبكم وما يحرمكم منهم ابدا. وزي ما قلت لكم ما بين كل طبقتين، اهم حاجه حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والشير ونعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. تفاعلكم ده هو دايما اللي بيديني دفعه لقدام. وطبعا انا بشكر كل الناس الجميله اللي حبايب قلبي، يعني ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه دايما، بيدوني تعليقات ايجابيه. حقيقي والله العظيم انتوا ما تعرفوش تأثير الكلمة على الانسان. الكلمة على البني ادم ممكن يعني كلمة تخليكي تطلعي سابع سما، وكلمة تانية تحسسك بالأسى والحزن. فالكلمة الطيبة صدقة زي كده ما قال يعني ربنا سبحانه وتعالى، وكمان رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تبخلوش عليا بكلمة حلوة ونصلي على النبي في الكومنتات. وطبعا دايما قولوا لي بتتابعوني منين، ببقى مبسوطة قوي لما بتعرف على حد من بلدان تانية طبعا غير مصر، ده بيبسطني جدا. بحس ان انا ده يعني بوصل لكل البيوت، وطبعا ده هدفي. ويا رب يا رب المحتوى بتاعي يعجبكم على طول. هننزل بقى بكمية الحشوة. طبعا احنا قسمنا كمية الجلاش على نصين، بس انا دايما بحب ازود ورقة واحدة بس تحت علشان خاطر الورقة دي تحميلي الارضية شوية. انتوا عارفين الحشوة بتبقى تقيلة، فانا مش عايزة ايه الارضية تبقى اضعف من اللي فوق، لكن لما تزودي ورقة يبقى انت في امان. كده خلاص فردنا اللحمة المفرومة. عندي بقى شوية زيتون اسود اخضر مخلي، انت هتخليه ايا يكن حطيه، الزيتون بيعمل طعم حلو قوي. طبعا اللي ما بيحبوش يستغنى عنه عادي، هو مش اساسي في الوصف. طبعا هنحط بقى جبن بتاعتنا ندلعها كده وندلع ولادنا، بس حقيقي من الاكلات السهلة والسريعة اللي ما بتاخدش وقت. بصوا يعني بتتعمل ممكن في 10 دقايق وانت واقفة، واسمك برضو عملتي اكلة حلوة لولادك، علشان خاطر انتوا عارفين مهما كان الاكل البيتي لا يعلى عليه.
عندي هنا جبنة موتزاريلا وعندي تركي مبشور. الاتنين بيعملوا ميكس حلو قوي، سيام في الجلاش او المكرونات. حقيقي بجد بيعملوا طعم حلو قوي قوي قوي. هنكمل بقى كمية الجلاش بتاعتي، وزي ما احنا متعودين اي حاجة هنعملها في الفرن هنولع الفرن واحنا بنشتغل فيه. اولا هو بيسخن، ثانيا انتي مش متخيلة ده بيعمل ايه في تسوية الحاجة اللي انتي بتحطيها. يعني اولا بيساعد على تسوية الحاجة، بيطلعها لك ناجحة جدا. سيام بقى بتعملي فراخ، لحمة، جلاش، ايا يكن. مش بس الكيك اللي لازم نولع الفرن قبلها، اي اكلة بتعمليها في الفرن قبل ما تدخليه الفرن ب10 دقايق ولعي الفرن بتاعك يسخن. اهم حاجة حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والشير، ونعمل اشتراك للقناة، ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. حقيقي مبسوطة جدا ان انتوا بتزيدوا معايا. يعني عيلتي بتكبر دايما معاكم، انتوا تعتبروا دلوقتي عيلتي التانية. بستنى دايما كلامكم الحلو، بستنى تعليقاتكم الجميلة. انتوا عارفين كلنا يعني بلا استثناء بنبقى مبسوطين جدا جدا لما بنحس بتفاعل الناس اللي قدام مننا، سيام بقى اي حد في شغل. وطبعا هقول لكم دعوة حلوة، يعني ربنا يا رب يوقف لكم ولاد الحلال، ربنا يا رب كده يجعل مين يكون سبب في رزقكم ويرزقكم من حيث لا تعلمون. زي ما قلت لكم هنكمل بقية كمية الجلاش. اخر طبقة خالص هنقطعها الاول، وبعدين هنبتدي ان احنا نديها اخر تشريبة سمنة. طيب هنعمل لها خلطة ايه؟ هندخلها الفرن كده 10 دقايق تورق، وبعد كده هنعمل لها بضاية بكوباية لبن، وكمان رشة ملح ورشة فلفل. عايزة تحطي شوية سمسم على الوش، عايزة تحطي شوية حبة البركة، ده بعد ما تحطي التشريبة علشان لما تيجي تحطي الحاجات دي تلزق عليها وما تقعش منها وانتوا بتاكلوا. ودي كانت النتيجة. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب دايما انا اكون عند حسن ظنكم. هستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم الحلوة.